وسام ابو علي استلام بدوران زي ما الكتاب بيقول، فينش عالمي ما شفناهوش من ايام عماد متعب. ومفيش لاعب سجل اهداف اكتر من وسام ابو علي برصيد 18 هدف، على الرغم من وجوده في الدور الثاني، ولكن قدر يكون هداف الدوري برصيد 18 هدف. ومفيش لاعب حصل على رجل المباراة اكتر من وسام ابو علي، 5 مباريات متتالية يحصل على رجل المباراة، خمسة وخميسة في عين الحسود، علشان وسام ابو علي ربنا يسترها عليه وما يتصابش. وسام ابو علي يا جماعة بصراحة في عدد مباريات قليل جدا احرج لاعبي الدوري المصري ومهاجميه، ده غير ان الاهلي لسه متبقي ليه 4 لقاءات. وفي اعتقادي كولر هيريحوا الفترة اللي جاية، وانا بتمنى ده علشان كفاية بهدلة من وسام لحد كده. الراجل ده لو حضر الدوري من اوله ما كناش هنلحق على الاهداف، حرفيا ما كناش هنلحق على الاهداف، ولا كنا هنعرف نعد الاهداف. وسام ابو علي اصبح حديث الكل واكبر الكل على احترامه، وبقول لكم الراجل ده لسه عنده كتير جدا، ولسه عطشان كوره، ولسه هيقدم كتير جدا، وهيسطر اسمه بحروف من نور مع النادي الاهلي. وسام ابو علي مش كبير، يعني 25 سنه، وبيمتلك من الخبرات ما يكفيه، بيجيب اهداف من انصاف الفرص، مهاجم زي ما بيقولوا كده متكامل، وعنده لياقه بدنيه. في عرف الكره طبعا بيقولوا مهاجم متكامل وعنده لياقه بدنيه. ولكن وسام ابو علي سفاح بمعنى الكلمه، وهجام بمعنى الكلمه، وفرود بمعنى الكلمه. النهارده انا جايب لكم مقارنه كده سريعه بين الجان عماد متعب جلاد الحراس وبين وسام ابو علي، هتلاقي شبه كبير جدا في التحركات. ويلا بينا نستمتع بهدفين لكل لاعب منهم.